السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. صلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. كم معلومة بسيطة كده يا جماعة على السريع. عمر الساعي امبارح الناس كلها قعدت تنزل، وعمر الساعي أهلاوي، وكريم حسن شحاتة، كابتن كريم حسن شحاتة امبارح على في البرنامج الرياضي بتاعه قال ان عمر الساعي صرح للصحفيين بعد لقاء الاسماعيلي وخروجهم من كاس مصر ان هو تم انتقاله للنادي الاهلي. يا جماعه الامور ما زالت لم تحسم بعد. الكابتن محمود الخطيب والكابتن ناصر ابو الحسن لسه الناس بتتكلم. طيب الموضوع ليه لم يحسم حتى الان؟ ناصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي بيقول للنادي الاهلي: يا جماعه انا بنسبه كبيره مش موافق على صفقات تبادليه، لان لعيبه النادي الاهلي بتاخد فلوس اعلى من الانديه، وانا ما عنديش المال الكافي اللي اقدر ادي بلعيبه الاهلي نفس الرواتب دي. ولكن الامور لم تحسم بعد عشان نقفل الموال في صفقه عمر الساعي. مصطفى زيكو بنسبه كبيره مارسيل كولر مقتنع مليون في المية باللاعب مصطفى زيكو، وهو الاقرب حتى الان من نادي زد، اقرب من عبد الرحمن البنوبي. الراجل مقتنع بيه مصطفى زيكو، ان شاء الله نشوفه في النادي الاهلي ويكون اضافه قويه لتعويض رحيل احمد عبد القادر. رمضان صبحي، انا بخش مع حضرتك على طول في التفاصيل عشان ما اطولش على حضرتك وتزهق يعني. رمضان صبحي تم الاتصال هاتفيا من قبل الاستاذ عمرو الجنايني، زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، لرمضان صبحي بالتفاصيل. يا رمضان احنا عايزينك معانا بصراحه يا استاذ عمرو، انتوا عندكم مشاكل ماليه. قال له لا، ده احنا داخلين على انفراجه ماليه كبيره تقريبا يعني زي ما قلت في فيديو امبارح. الزمالك لو باع رمضان صبحي، لو باع عفوا زيزو، بنسبه كبيره هيجيب رمضان صبحي علشان صفقه تكون ترضي الجماهير، وصفقه جماهيريه، ولعيب هيكون اضافه قويه لاي مكان يتحط فيه. نتمنى له كل التوفيق. طيب بين رمضان الناس كلها كل واحد بكلمه، واللي كان بيقول الناس كلها بتقول مش جاي. حتى عبد الناصر زيدان اللي قال جاي 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 وعلى مسؤوليتي رجع تاني وجاب ورا وقال لك تعثرت الصفقه. يا جماعه بين رمضان الناس اللي متابعاني وشايفه فيديوهاتي عارفه ان انا قلت في كذا فيديو قبل كده من ضمن الاتفاق ما بين النادي الاهلي والنادي المجري ان اللاعب لازم يلعب الماتشين بتوع الدوري الاوروبي. لعب واحد وفاضل ماتش هيلعبه يوم الخميس. يوم الخميس بالليل سيتم حسم الامر نهائيا للنادي الاهلي. محمد علي بن رمضان هيكون اضافه قويه. بيرسي تاو الاقرب، بيرسي تاو للوداد. دلوقتي عمنا مكوينه مدرب صن داونز السابق ومدرب الوداد الحالي سارح بالمعلم بيرسي تاو. يا عم ماشي روح. فبيرسي تاو يا جماعه في الخلود وفي الريان القطري وفي الوداد. الاقرب حاليا كده شكلها الوداد. الراجل عادي يمشي مفيش مشكله، ولكن لو الوداد هيدفع 500 700 الف دولار انا عايز بقيه الراتب بتاعي من النادي الاهلي. هنشوف الدنيا هيرسى فيها ايه. تحياتي ليكم، استنونا في فيديو جديد وحلقه جديده من اخبار وكواليس النادي الاهلي. ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.